اهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا ابني، عايز ايه؟ والله يا عمي انا جاي وكنت عايز اطلب ايد المحروسة بنتك سمسمة. لا يا ابني، انا ما عنديش بنات للجواز. طيب ليه بس كده يا حاج؟ ما اتجوزها له. اسكتي انت يا وليه، مالكيش دعوة. يعني ده اخر كلام عندك يا عمي؟ ايوه يا ابني، اخر كلام عندي. ماشي يا عمي، متشكرين، شكرا قوي يا عمي. طب ليه كده بس يا بابا؟ بتطير مني العريس ليه؟ خلاص يا بت، انا عارف مصلحتك فين. حسبي الله ونعم الوكيل. سلام عليكم. هو انت تاني؟ هو انت يا ابني ما بتحرمش؟ معلش يا عمي، انا جيت لك دلوقتي وقلت يمكن يكون غيرت رأيك وجاي تاني علشان اطلب ايد بنتك سمسمة. لا يا سيدي، لا يا عم، ما غيرتش رأيي ولا حاجة، ولسه مصر عند رأيي. ما عنديش بنات للجواز. يا حاج ما اتجوزها له وخلينا نخلص. قلتلك يا ولية بدل مرة ألف ما تدخليش نفسك وسط الكلام. لما أنا أتكلم تسكتي انتي. طب ما تسمع كلامها يا عمي حتى لو مرة واحدة بس. بس ياض، خد بعضك يلا ونجر من هنا. أنا قلتلك ما عنديش بنات للجواز، وبعدين هو أنت اللي هتقولي أسمع كلام مين ولا ما أسمعش كلام مين؟ يعني هي خلاص بقت كده؟ متشكرين يا عمي. تاني يا بابا بترفضه. بس يا بنت اخرسي خالص. السلام عليكم. هو أنت تاني برضو ما بتحرمش؟ مش هقولك بقى المرة دي أنت جاي ليه؟ أنا ما عنديش بنات للجواز. طب وانت يا طنط مش هتقولي لي زي كل مرة ما اتجوزها له يا حاج؟ طبعا هقول له يا ابني ما اتجوزها له يا حاج، خلينا نخلص. وانا برضه هقولك زي كل مرة ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه يا ولية، وما عنديش بنات للجواز. وانت هقولك زي كل مرة خد بعضك وامشي يلا. شكرا يا عمي، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 لا، كده كتير قوي. انت مصمم بقى وراكب دماغك. بصراحة كده يا عمي ايوه، ومصمم وعايز اتجوز بنتك. خلاص يا سيدي، طالما انت مصمم انا موافق. ايه ده بجد يا بابا؟ ايوه يا بنتي موافق. ما تسمعينا زغروطة يا حماتي. شكرا يا عمي، انا مبسوط قوي واسعد واحد في الدنيا. شفت يا حبيبتي، انا كنت بتفرج على الاخبار دلوقتي وبيقولوا ان اسعار ولعت نار ولسه كمان هتغلى وهتطلع فوق قوي. سيبك انت يا حبيبي من الاسعار اللي مولعه، احنا محتاجين شويه طلبات للبيت. انا عايزه كرتونه بيض وعلبه سمنه، وعايزه 12 كيلو مكرونه و12 كيلو رز، على كام كيلو لحمه، على كام كيلو فراخ يا حبيبي، يعني زي ما تقول كده طلبات الاسبوع. هو انت يا وليه انت ما عندكيش ريحه الدم؟ ده انا واقف قدامك بالبوكسر ومش عارفه اشتري لنفسي بنطلون، وانت عماله هات وهات وهات. يا شيخه حرام عليك، ارحميني شويه. طب روح يلا يا حبيبي كده عشان اشوف شغل اللي في المطبخ، هات طلبات وتعالى. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف الراجل اللي ما عندوش دم بيتحاسبن فيا. ايه ده ابويا؟ هو جه امتى؟ لا يا حبيبتي ده مش ابوكي، ده تمثال انا عملت لابوكي مخصوص عشان الراجل ده غالي عليا قوي. وايه الحنيه دي يا اخويا اللي نزلت عليك مره واحده من ناحيه ابويا؟ علشان انا عرفت قيمه الراجل ده وحبه ليا. ده اللي هو ازاي يعني؟ هو انت نسيتي لما كنت باجي اطلب ايدك منه وهو يرفضني؟ اتاري هو اللي كان عايز مصلحتي وانا اللي كنت حمار ومش فاهم. يا ابن الورمه. سواد الحلل.